عيب وحرام اللي صار مع سعد بقير. الحقيقة البارح ما حبيتش نهبط فيديو، خليت شفت ردود الأفعال وشفت اللي زنفوا الكل وشفت اللي صار في المنتخب الوطني التونسي اللي الحقيقة شيء يعمل عار وفضيحة. فضيحة في حق القائمين على المنتخب الوطني التونسي، فضيحة في حق الناخب الوطني اللي رضاه بالضغوطات اللي صاير، وفضيحة في حق ملاعبي كيما سعد بقير. برشا ناس تنظر علينا وتقول ما عندناش كريستيانو رونالدو ولا كرويف باش يربحنا في كوب دو موند، لكن اليوم ما عندناش ناس تعطي حق العباد. اليوم ملاعبي قداش من مرة تكنتروا وترجعوا من ستاج كوب دافريك كوب دو موند اللي فات وغيرها، اليوم ملاعبي تعيط له للستاج ويقعد معك في ستاج الدمام ليلة اللقاء تأكدوا اللي هو موجود في القائمة، والصباح تبدل رايك على خاطر ضغوطات معينة لا علاقة لها بكرة القدم. عيب وحرام، وربي مش يبارك لكم في اللي صار مع سعد بقير. هذا فيديو جديد نحكيو فيه على القائمة. ابونيفو في الشان. جامل الفيديو هذا سعيد وحلقة جديدة من شوية مونديال. عسلام. أخيرا هبطت قائمة المنتخب الوطني التونسي، قائمة كالعادة ثبتنا فيها 4 حراس باش نرضيو الجمعيات، قائمة رجع فيها ديلان برون، في المقابل وقع التخلي على سعد بقير، في الوسط بلال عيفة موجود ماهوش موجود. الحقيقة عشنا مسلسل سيء الإخراج، عشنا برشا حاجات خايبة ما تخليش الجو باهي في المنتخب الوطني التونسي وما تخليش العباد مرتاحة للي صاير في المنتخب الوطني التونسي. رغم هذا ما عنا حتى حل، كان ناقفوا مع المنتخب الوطني التونسي. الله غالب، هذايا تونس، هذايا درابو، هذايا وطن، لازمنا نقفوا معاه. باللي صاير فيه من خوار، باللي صاير فيه من مشاكل، لازمنا نقفوا مع المنتخب الوطني التونسي. وخلينا نرجعوا نحكيو على القائمة. القائمة كما شفنا ضمت 4 حراس مرمى، تقريبا 3 قائمات في المونديال هذه فيها 4 حراس. قائمة إيران بقيادة كيروش، قائمتنا احنا بقيادة جلال القادري ولا وديع الجري، وقائمة المنتخب الدنماركي اللي عنده مشاكل في حراسة المرمى وعنده برشا حراس مضروبين، هذاك اللي خلاه يستدعى 4 حراس. بقية المنتخبات الكل مشات ب3. احنا مشاكلنا اللي صايرة اليوم في المنتخب الوطني التونسي على خاطر 4 حراس، على خاطر 4 حراس فلتقنا اكيب كاملة، على خاطر 4 حراس خلينا ملاعب يستحق يكون في القائمة واللي هو سعد بقير ماهوش موجود، وبرشا ملاعبية تو نحكيو عليهم في الفيديو. تقريبا حراس المرمى في ايمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، وايمن البلبولي. قائمه حسم فيها بلاتوات التلفزه، قائمه حسم فيها فيسبوك، ما عادش ينجم يبدلها وديع الجري خاطر صار فيها ضغط وكبير برشا. والحاجه الايجابيه في حراس المرمى انه قبل المونديال عرفنا الحارس الاول باش نسكروا البوليميك الكل ونسكروا المشاكل. اليوم ايمن دحمان هو الحارس الاول، نقطه الى سطر، ما نجموا كان ندعموه ونقفوا معاه. اصحابه 3 حراس الاخرين مع اليوم كان يعاونوه ويكونوا نقطه ايجابيه باش يدزوا معاه ويحسنوا له المستوى نتاعو في المونديال هذا. قلب الدفاع الحقيقه ما غير حتى مفاجآت. ديلان برون كان مش موجود، في الاخر رجع. كنا قلنا انه عليه غرام يستحق خير من ياسين مرياح، لكن الحقيقه الكوتا متاع ياسين مرياح والعلاقات متاع ياسين مرياح والشيء اللي مع ياسين مرياح في المنتخب الوطني التونسي خليه ما ينجمش يتزحزح من بلاصتو. هذاك علاش قائمة قلوب الدفاع فيها الطالبي أساسي اندسكوتابل مع الغندري، بلال العيفة، ياسين مرياح، وديلان برون ب4 وإلا ب3 التالي، ب4 وإلا باش نلعبوا ب5 التالي. الحقيقة مازلنا ما نعرفوش، لكن أكثرية حسب القائمة و5 لاعبين قلوب دفاع، الأكثرية باش يكون ياسين مرياح كاليبيرو، قدامهم الطالبي وديلان برون، هذه الأقرب باش تكون أساسية. الحقيقة لجناب على اليمين نلقاو دراجر وكشريدة سون فوت، ما ثماش مشاكل في الجهة هذه. على اليسار نلقاو علي معلول والعابدي كيف من غير مشاكل، ما نتصورش ثم شكون احسن منهم. تقول لي بن والناس، تو نحكيو عليه القدام بن والناس، خاطر بالنسبه لي انا ماهوش ظهير ايسر، هو جناح ايسر وين يلعب في المنتخب نتاعو. الحقيقه زاد اكثر بوست هي وسط الميدان اللي فيها ترونكيليتي
مشكلتي وما فيهاش برشا مشاكل. اليوم عندنا فرجاني ساسي، الشعلالي، وبن رمضان، معهم السخيري والعيدوني وحنا بعل المجبري. هذايا خط وسط المنتخب الوطني التونسي كما قلت تقريبا ما فيهوش برشا لغط، ما فيهوش برشا مشاكل، ما فيهوش برشا حسابات. الموجود هذوكم احسن عناصر موجوده مع احتراز صغير على الفرجاني ساسي، لكن يقعد ملاعب كبير وعنده اكسبيريونس المنتخب الوطني التونسي وعنده زاد علاقات ممتازه وممتازه جدا في المنتخب. نجيو للشق الهجومي متاع المنتخب الوطني التونسي. هجوميا الحقيقه كنت نتمنى يكون بن وناس في القائمه كظهير ايسر. تقريبا المنتخب الوطني التونسي هجوميا ما عندنا حتى ملاعبي قواشي، ما فما حتى ملاعبي اليوم ينجم يلعب لك على اليمين ويدخل ويفرابي باش ماركي. اليوم ما عندك حتى ملاعبي زاد على اليسار ينجم يعمل لك دي سونتراجات. هجوميا الملاعبيه كل تقريبا تلعب بالساق اليمين، بن سليمان كيما جبالي كيما الخنيسي كيما الخزري كيما يوسف المساكني والسليتي. تقريبا الملاعبيه كل تلعب بالساق اليمين، ملاعبي بساق يسار كيك سوا سعد بقير ولا بن وناس كانوا ينجموا يعاونوا المنتخب الوطني التونسي. تقول لي شكون باش تنحي حارس مرمى؟ اليوم الناس الكل مقتنعه انه لازم نمشيو بثلاثه حراس ونعطيو فرصه لمهاجم اخر ولا لاعب رواق اخر كيك سوا سعد بقير ولا بن وناس يكونوا موجودين القدام ويعاونوا ويكونوا كوت بوس مع ملاعبيه خاصه هجوميه. كي تشوف قائمه تقريبا في 4 حراس، 9 ملاعبيه في الدفاع و6 ملاعبيه في وسط الميدان، برشا على قائمه. ممكن اليوم تفكير جلال القادري وحسب التسريبات انه يمشي يلعب 3-5-2، لكن المنتخب كان ينجم يمشي بقائمه خير من هكا. لكن خلينا نكونوا واضحين ونكونوا صراحه، كنا نستناو في طبلبيزة أكثر من هكا. اليوم كنا نستناو في برشا حاجات ممكن كانت تصير في دقيقة 90، لكن خلينا نقولوا الحمد لله جات على حد هكا. اليوم سهلة القائمة، كان يتنحى جارديان وتعيط لسعد بقير. تقريبا القائمة كانت تردي الناس الكل، ولا كانت تنحي جارديان وتعيط البن والناس، كانت القائمة تكون لوجيك وكذا على اسم ولا زوز. الحقيقة الله غالب، صارت تصمصيره، صارت ضغوطات، صارت برشا امور. ثم كلام انه ثم ملاعبيه تلعب البرا ضغطت باش يرجع ديلان براون، ثم برشا ناس ضغطت باش يقعد محز حسن، ثم برشا ناس ضغطت زاده باش يقعد بلال عارفه. برشا كلام وبرشا حاجات تصير، عيب في حق المنتخب الوطني التونسي وعيب في حق جلال القادري اللي هدد زاده بالانسحاب ليله القائمه. حسيلو برشا خوار وبرشا مشاكل. كما قلت اليوم القائمه جات، القائمه تسكرت، ما علينا كان ندزوا مع المنتخب الوطني التونسي، نتبعوا مع المنتخب الوطني التونسي، نقفوا مع المنتخب الوطني التونسي. هذه بلاد مش وديع الجاريه ولا اكس ولا اجراك باش يحرمنا انه نعيشوا الباسيون تاعنا وحب المريول وحب الوطن. ندزوا مع المنتخب نتاعنا بالخوار اللي فيه، بالمشاكل اللي فيه، بالتصمصير اللي فيه. تسمع النشيد الوطني التونسي في التلفزه ومنتخب يكور، ما تنجمش ما تتفرجش. دزوا مع المنتخب الوطني التونسي، وسورتو لازمكم تعملوا ابوني للشان باش يوصلكم فيديوهات ويوصلكم كل جديد. كان معكم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.